فرحة هستيرية لياسر القحطاني. وخفت عليه بصراحة، لكن أهنيكم على هذه الفرحة، كل بيت عربي. وهنيئا للمنتخب السعودي. هنيئا لك ياسر، يمكن لن تحظى أو لم تحظى في تاريخك في مشاركاتك مع كأس العالم بالانتصار مثل هذا الانتصار، ولكن مثلت المنتخب السعودي بكل تأكيد خير تمثيل. لكن هذا الجيل صنع التاريخ، صنع الفارق، انتصر على المنتخب الأرجنتيني، أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين. شوف بوتريكا فرحان ومبسوط، الحمد لله. هذه المرة الكرافتة الخضراء ما كانت نحس على المنتخبات العربية. استمر يا بوتريكا. انا عاوز انقل بس الاحساس اللي احنا كنا موجودين في اخر الدقائق من المباراه. احنا اتحدف علينا اعلام وكوفيات وحاجات من المنتخب، من الجمهور المنتخب السعودي تكفي بلد. واحلى حاجه ان هذه الرايه تبقى خفاقه عليا. شوف السعوديه قدام. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا العلم دايما يبقى في الامان. النهارده ياسر قال ان اعظم مباراه في تاريخ السعوديه. انا اكمل على الجمله واقول ان دي اعظم مباراه في تاريخ العرب في كاس العالم على مدار السنين، على مدار ال 22 نسخه. ربما ممكن تونس 78 ما كناش مدركين، انما هذا الجيل وهذه المباراه كنا محظوظين ان احنا نشهد هذا التاريخ. كنا محظوظين ان احنا موجودين في استاد لوسيل النهارده، لان النهارده المنتخب السعودي قدم مباراه كبيره. المنتخب السعودي عنده مدرب عالمي. ايه فايده التكتيك يا عبد العزيز؟ فايده التكتيك اللي انت تقلل الفجوه الفنيه ما بين الفريق الكبير والفريق اللي على الورق نوعا ما اقل منه. النهارده هو لعب بمصيدة التسلل في الشوط الاول ونجح فيها ونادر ما ينجح فيها منتخب امام منتخب الارجنتين، وعالج اخطائه اللي كانت في الشوط الاول اللي هي خاصه من الناحيه الهجوميه. شفنا الشوط الثاني فرص وتسجيل هدفين وشخصيه كبيره وريمونتادا سعوديه على الاراضي القطريه، حاجه مميزه. وبعدين الروح حلوه قوي قوي قوي. انا كنت خايف على المنتخب السعودي بعد التقدم. لا ما تخافش عليهم، ده رجاله. ده كان ممكن يستعد اللعيبه اللي كانت موجوده اللي رايحه للجمهور بعد المباراه كانت مستعده تلعب مباراه ثانيه. انا قلت لسالم زميلنا في الانتاج يجيب لقطات ازاي الروح اللي كانت موجوده، ازاي يبقى الصراعات الثنائيه تبقى موجوده. سالم الهاملي اصلا الروح المعنويه عاليه مثل المنتخب السعودي معروف. فاعتقد ان النهارده مباراه كبيره تكتيكيا، فنيا، ذهنيا، معنويا، وكنا محظوظين ان احنا نكون موجودين في هذه المباراه. عبد العزيز، المنتخب السعودي قدم مفاجاه كبيره. بصراحه هذه احلى مباراه في تاريخك يا ابو تريكه. على مستوى التحليل بصراحه. انا اسلم القلب. انا بحضر. انا مش محضر، ما قداميش ورق. ولا انا ما قداميش ورق والله. انا بقول من قلبي. وبعدين انا كنت عاوز قبل الاستوديو اهدى شويه لان تحركاتنا على الخط فالحاجات دي حاجات مميزه. انا كنت عاوزك انت كمان تهدى. هنا يا عبد العزيز البلوك، التاكلينج، وازاي الاصرار الموجود، قتاليه في ارضيه الملعب. طبعا رجاله. انا دايما اقول ان الكره تلعب بالقلب اولا قبل العقل. النهارده المنتخب السعودي لعب كره بالعقل وبالقلب. الصراعات الثنائيه كل واحد بذل اقصى مجهود عنده، مفيش حد من حراسه المرمى الى المهاجم، مفيش حد بخل، مفيش حد كان بخيل في المجهود، مفيش خوف. اللعب وراضي الروح الموجوده القتاليه. خرج ميسي من اطار المباراه. انا كنت منتظر ميسي النهارده، ظهر لنا سالم الدوسري 10 و10. بحبك يا ميسي، بس سالم الدوسري النهارده يستحق الاشاده. النهارده كنا مستنيين التانجو الارجنتيني. النهارده العارضه النجديه الرئاسه السعوديه قدمت لنا مباراه كبيره، مباراه للتاريخ، وكنا محظوظين ان احنا كنا موجودين انا وانت على الخط بنشجع. والله كنا بنشجع وبندي تعليمات للعيبه، اللعيبه مش سامعانا بس بتدي تعليمات. بس انت بتشاور على الخط كثير. وقت الاوت تتحرك اللعيبه. انا كنت احس هيرفي رينار. فمباراه كبيره والله هنتصور معاكم بس بعد المباراه من عينيا. الجمهور السعودي خلف الكاميرات بشكل كبير للغايه، يريد التصوير مع محمد ابو تريكه. هذا محمد ابو تريكه علم السعوديه. فدي روح كبيره. شكرا للمنتخب السعودي، قدمت لنا حاجه ملحمه كرويه، درس. ومن يوم من الايام هنقول احنا كنا موجودين في فوز السعوديه على الارجنتين، المرشح الاول للفوز بكاس العالم.
فاعتقد النهارده انا مش عارف اجمع الكلام، بس الكلام ممكن يبقى مش مترتب بس ده من شعوري، لان انا دايما احب الفرق العربيه، المنتخبات العربيه ما تحسش بالنقص، ما تحسش بعقده النقص. النهارده احنا لعبنا يا عبد العزيز بالمنتخب البرازيلي في 2009، المنتخب السعودي النهارده الند بالند، ما تحسش ان في فوارق كبيره. وفي كاس العالم وكاس عالم ومتاخر بهدف، سجل عليك هدف، ما فيش بقى الثقه تضيع، ما فيش تمريرات خطا، لا في مدرب على الخط اشتغل للمباراه بسيناريو نموذجي. ما فيش اي حد يلعب بدفاع متقدم قدام ميسي، قدامه لوتارو مارتينيز، بابو جوميز، دي ماريا، باريدس، ديبول، ويلعب خط دفاع متقدم ويلعب على التسلل ريسكي. الكره للشجعان، الكره للشجعان واللي ما بيخافش. عندك لعيبه العب على امكانياتها. فشكرا للمنتخب السعودي اللي قدم لنا مباراه كبيره، ونطمع للمنتخب السعودي. نحن لا نكتفي بالفوز على الارجنتين، بل نريد المكسيك وبولندا، المزيد والمزيد. المزيد. احنا قابلنا اللعيبه من قريب يا عبد العزيز، تحس ان اللعيب طاير في السماء، طاير في السماء، وده حقه، ما حدش يقدر يقول له انت رايح فين. في السماء، في السماء، مش عارف ايه الاحساس اللي حواليه. فاتمنى افرح النهارده وبكره، بس اليوم الدوحه لن تنام. انزل تاني، انزل تاني. انا عاوزك انت تهدى. حاضر، انا اهم حاجه انت تهدى، ولا اجيب لك كركديه ولا حاجه تهديك وتروقك يا عم. بص، المنتخب السعودي ما يخليش اللي يعرف يتكلم بيتكلم. صحيح. مباراه كبيره، مباراه جميله، تكتيكيا فنيا، طول اللي انت عايزه. اجوال حلوه، مش اجوال بالحظ، لا، اجوال تروح على البعيده، على القريبه، على الارض، فوق، في السماء. فشكرا للمنتخب السعودي. ناقص اديك كوره بقى وتلعب هنا بقى. انت الرقصه العارضه انك بترقصوها ازاي، ولا انت ما تهلكش؟ لا، العرضه النجديه. ايوه. فين؟ ترزف فيها بهالطريقه. بجد والله؟ اي والله بهالطريقه. مبروك للمنتخب السعودي، مبروك للمنتخب السعودي. فرحه هستيريه حتى لطاقم التحليل، يعني مشاهدينا الاعزاء. طارق، هنيئا لك بهذا المنتخب، هنيئا لك بهذا الانتصار. مبروك لطارق مبروك لطارق وياسر ياسر قول حق جابرييل باتيستوتا وطارق هارد. والدكتور ترى الدكتور ترى ما شفتوا فرحته للحين، يا ويلكم. ناطرين. مبروك للعرب كلهم. على فكره عبد العزيز، مباراه للتاريخ. عبد العزيز، تفضل. محمد ابو تريكه. نعم. انت الله ينعم عليك، انت لبست كرافته خضراء في مباراتنا مع روسيا وخسرنا 5، صح؟ ردناها لكم. صح. اليوم كرافته خضراء مع فوز على الارجنتين له طعم مختلف. عفى الله عما سلف. كل مره بقول لك، كل مره البس كرافته خضراء لو سمحت. ان شاء الله وتبقى على خير ان شاء الله. بكره عنده مباراه المغرب، خليه يلبس كرافته. اقول لك حمراء. اثبت. عبد العزيز، انا ما راح استلم منك لما تعطي ابو تريكه العلم ويعطينا العرضه النجديه. يلا عرضه نجديه، عط عرضه نجديه. يلا ما في عرضه نجديه. لا ليك. ما اعرفش والله. روح يا عمي، روح عيشنا، عطينا فول سكرين ابو تريكه. انا راس بكوره. يلا معنا يلا يا ابو تريكه. ما في يلا يا ابو تريكه. هات ابو تريكه. راس بكوره. مبروكين الاحساس حلو ويوم للتاريخ. شكرا يا ابو تريكه. شكرا لك طارق. شكرا ابو تريكه. شكرا عبد العزيز النصر، يعطيكم الف عافيه. سيناريو